صباح الجمال وصباح النشاط وصباح الشياكه وصباح الهنا وصباح القشطه. قبل اي حاجه كده كلنا نصلي على النبي ونقول بسم الله ما شاء الله على الشيكه بتاعت الاء يا جماعه. الله اكبر عليها، النفسيه راقت، ولما النفسيه بتروق عند الاء اعرفوا كده انه هتلاقوا ضرب نار. والله النفسيه 100%. قبل اي حاجه دلوقتي تخشوا انتوا دخلتوا تحطوا اللايك للفيديو دوت وتشتركوا في القناه. عايزين نوصل لمليون اخ واخت في اقرب وقت. عايزين كده ايه زي قناه كريستيانو كده ما نطت كده، احنا عايزين كمان القناه عندنا توصل للمليون في اسرع وقت. النهارده يا جماعه هنعيشكم معانا يوم جامد جدا جدا جدا. النهارده انا هعمل لك احلى فطير مشلتت من ايديا الاثنين، وهعمل لك كمان قرص الاء يا جماعه تفطر بيها كل يوم. لما النفسيه بتروق بتلبس تتشيك وتبدع تطبخ بتعمل. النهارده قالت لي احنا هننصب الفرن وطلعنا الفرن، بس قبل اي حاجه مسكنا الخرطوم انا والاستاذه الاء وقعدنا نمرش. اللهم صل عليك، كتر خيرك ان انت مسكت برده ومسكت المقشه وقعدت تدعك في البلاط وكده يعني. الله ينور يا محمد. عليك يا عسل. مسكنا الارضيه كلها نظفناها الحمد لله علشان خاطر كده نقعد على نظافه ومزاجنا رايق. وبعد كده شلنا الفرن، وطبعا الاء ربنا يديها الصحه الحمد لله شالت معايا الفرن وحطيناه ونصبنا كل قعدتنا وروقنا على حالنا. انت بس كده ليه؟ تعالى كده طيب انت الاول. هو بسم الله الرحمن الرحيم. نحط فرشه نفرش الاول. لا احنا مش نفرش قدام منه. خلاص ماشي. عندك خف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله ينور يا انت بطل اهو يا يلا يلا ورا 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 ورا. تمام تمام. وبعد كده دخلنا خدنا الدش ولبسنا وتشيكنا زي ما انتم شايفين. لا صحيح في نقطه قبل ما نلبس وقبل ما نعمل الحاجات دي كلها احنا خرجنا جبنا الطلبات بتاعتنا. صح معلش يا جماعه، احنا رحنا الماركت. لا كانت عايزه تجيب حاجات من بره من الماركت وعند بتاع الخضار وكده والكلام ده كله. النهارده هعيشكم معايا يوم جامد وهدلعكم اخر دلع. فاحنا الحمد لله اتسوقنا، جابت الفلفل الجامد والجزر المطرقع وجابت شويه خضار حلوين كده. فاحنا بنقول لها تسلم ايدك والنشاط والحيويه. عشان هعمل لك احلى بطاطا. انت بقى بتحبها بالدقه ولا بتحبها؟ قبل اي حاجه دلوقتي كلنا نقول لالاء تسلم ايدك يا الاء. وان شاء الله يا جماعه كده احنا عايزين كلكم كده تتحمسوا معانا وتقوموا كده. اللي ما عملش اكل يقوم يعمل اكل دلوقتي على حسب بقى ما انتم بتشوفونا دلوقتي. واللي ما عملش فطير يعمل فطير من اللي انا الطريقه اللي انا هوصفها لكم. والاء هتقول لكم على طريقه الفطير. الاء ما شاء الله عليها شاطره جدا جدا في الفطير وفي الطبيخ وفي كل حاجه عموما. هتعمل لكم وصفات جامده يا جدا. محمد انا لما بحب اتعلم حاجه بحب ان انا اعملها واتعلمها بجد. ان انا بحب ان انا اتقنها واطلعها حلوه. مفيش واحده ولا اتنين. خلاص براحتك. ماشي. لا انا جيت في التفصيل ديت طب انا مش قصادي ديت وبعد كده اطلع الدهان. عامل لك قاعده بس اجيب بس الحاجه من جوه بسرعه وجاي. احسن حاجه في الاء يا جماعه والله العظيم بجد. هي ما بتكلمش قدامها، هي دلوقتي مشيت فهستغلها فرصه ان انا اقول لكم الكلمتين دول. احسن حاجه في الاء والله فعلا ان هي عندها يعني ايه، عارفين انتوا نشيطه، بتحب تعمل اي حاجه حتى لو حاجه ما بتعرفهاش بتحب ان هي تتعلمها. يا جتاي جيب الصواني دي. الله ينور يا عسليه. احتياطي طب انت. فالحمد لله يا جماعه النهارده هتعيشوا معانا يوم جامد جدا جدا جدا. لو وصلتوا الفيديو ده 50,000 لايك هنعرف ان المحتوى دوت والنوعيه دي من الفيديوهات عجباكم. هنعمل لكم حاجات جامده جدا بقى، بس نعرف ان المحتوى عجبكم منين؟ من اللايك طب بتاعه. والله يعني من غير حلفان يا جماعه، لو الفيديو ده عجبكم وحطيتوا لايكات كتير وكتبتوا كومنتات انتوا عايزيني اعمل ايه قدام الفرن، هعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها قدام الفرن. كمان حاجه بقى كمان دلوقتي يا جماعه، انا عايزكم تستنوا ان شاء الله قريب ان شاء الله الاء باذن الله يعني ما فاضلش كتير ان شاء الله هتتحسن ان شاء الله كده، ربنا يشفيها. اشوفها ان شاء الله كده قريب ان شاء الله وهي كده ضحكتها من هنا لهنا. وانتوا كمان ادعوا لها يا جماعه كتير في التعليق.
وربنا يشفي كل مريض يا رب. وهتلاقوا مفاجآت جامده جدا جدا. لو انتوا عايزين تشوفوها تشتركوا في القناه عشان اول ما ننزل اي فيديو كده يجيلكوا اشعار. اهم حاجه بس تعملوا لان في مفاجآت جامده جدا 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 فوق ما تتخيلوها باذن الله. يعني ربنا يوفقنا فيها يا رب ويكرمنا كده وييسر لنا امورنا، لان حاجه لما يكون ربنا ان شاء الله بيوفقك فيها بتمشي تخلص بسرعه واجراءاتها وحركاتها. قررت ان انا البت دي لا دي لازم انا اروق عليها اروق عليها اقسم بالله. هتروق عليا الحمد لله. فاحنا دلوقتي بقى خلينا نخش مع بعض كده بقى على ايه طريقه الفطير والحركات بتاعت الاء دي. بتاعت الاء بقى هي اللي تقول لكم عليها بقى بره عني بقى. ما انا اهم حاجه اللي انا شلت المناكير عشان ما ينفعش ان انا اخبز وانا حاطه مناكير، فانا شلت المناكير ده اهم حاجه. انا اصلا بحب الخبيز وبحب الطبيخ عامه، انا بحب المطبخ اصلا وبحب الحاجات دي، يعني بحب ان انا اعمل اكلات والكلام ده كله واكل اكلي. يعني انا بحب ان انا ايه اقول الله ده انا شاطره قوي. لا بجد والله تسلم ايدك. تشجيع جامده جدا يا جماعه الاء ان هي دلوقتي كده الحمد لله فكت خلاص. وما دام الاء فكت بقى هتبهركم. وجماعه اللي ما بيعرفش يعمل حاجه يقدر يعرف يعملها ويقدر يعرف يقتن. يعني اسمها ايه يا محمد؟ سهله جدا. الاء هتبقى مصوره لكم طريقه اكل طريقه طبخ. هتخش على قناه يوميات محمد والاء هتلاقي طريقه الطبخ. هتشوف الاء بتعمل ايه خطوه بخطوه هتعمليها. كل حاجه سهله. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. ايه الحلويات دي يعني؟ كل واحد في الدنيا عنده يعني. اراده لما بيكون ايه عنده. الحاج ده؟ حاج محمد. الحاج محمد طبعا انا بلبس على ذوق الاء فهتلاقوا شياكه جامده جدا. هي بس واسعه شويه فاحنا هنظبطها. هي جت طويله سنه. جت طويله واسعه عليك شويه. هتتظبط عادي. دي تتظبط عادي بس قمر في كل حالاتها. بصوا يا جماعه انا قلت ادخل اعمل كده ايه اي لبن تلين عشان خاطر لو عيطت فانا هعمل لها شويه العاب كده تقعد تتسلى فيهم. تجي لها تترسم فيهم كده ودي كده دي بتترسم كده. الالعاب اللي هنعلقها فوق. بس ايه الشياكه دي يا لولو؟ ربنا يخليك ليا يا عمرو. حبيبتي يا لولو ربنا يبارك لي فيك يا رب. يلا بقى نخش على التيل. طب قول لي انت عايز تاكل ايه في المخبوزات تاكلها كل يوم في فطار؟ اكل اي حاجه من ايدك بس اهم حاجه عندي ما تتعبيش نفسك. تعملي حاجه عشان ما تتعبيش. انا بعمل الحاجات دي وانا مبسوطه. انا عارف ان انت مبسوطه بس انت اهم حاجه ما تتحمليش على نفسك وتعملي حاجات كتير عشان ما تتعبيش. اعملي حاجه بسيطه لا تقلق. الايام جايه كتير كل يوم نعمل حاجه. الحلوه دي قامت تعجب في الفجريه. الله ينور يا لولو. بص يا جماعه الاء انا دلوقتي بعمل القرص. المعلمه الاء الاستاذه الاء الدكتوره الاء اللي هتروق علينا النهارده هتعمل لنا احلى حاجات جامده في الفرن. انا حطيت هنا 2 كيلو دقيق على شعرايه حبه ملح كده حلوين، وهنا كيلو ونص لبن على كوبايه سكر وعلى حته خميره كده حلوه. هنقول بسم الله شويه شويه وتعجبني ان شاء الله تطلع حلوه وتفطر بيها كل يوم. انا متاكد ان هي هتطلع تحفه. تسلم ايدك والله. انا حطيت الفرن الاء يا جماعه اهوت وشغلته وكله جاهز وكله اندر كنترول. انا بس هسيب ايه العجينه تخمر وبعد كده اخش على الفطير على طول. بص يا جماعه بتعمل حاجتين ما شاء الله. حتى في الخبيز برضه وحتى في الحاجات اللي في الفرن بتعمل حاجتين في وقت واحد. ان شاء الله هتطلع احلى قرص في الدنيا دي كلها ان شاء الله عشان تفطر بيها بالشاي الصبح. تسلم ايدك ربنا يبارك لي فيك يا رب. لا عندها العجانه ما شاء الله وما بتحبش تستخدمها يا جماعه. على فكره ما بتحبش تعجن الا بايديها. انا اصلا بحب العجين. بص يا محمد كده ازاي. معلش خلي بالك بس اهم حاجه بالراحه على مهلك. بص كده يا محمد انا كده خلصت العجينه. اهم حاجه ان انت تسيبها تخمر براحتها خالص. وتاني حاجه اللي هي تتلسع كويس تعجن كويس. الله ينور عليك. دلوقتي بقى انا حطيت 2 كيلو دي عشان خاطر بقى هنعمل فطير دلوقتي. هعمل لك احلى فطير في الدنيا دي كلها. بصوا نعمله جوه الطبق كده عشان ما يقعش. الله ينور عليك يا لولو. دول 2 كيلو فاتح. ده 2 كيلو دي كده يا جماعه عملت 2 كيلو للقرص و2 كيلو ايه للفطير على قدنا يعني. الله ينور يا لولو. عشت وشفتك قاعده قدام الفرن شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم ونعجن. بسم الله. اهم حاجه يا جماعه عجينه الفطير لازم تكون لابسه مش طريه ولازم تتلت كويس جدا. الله ينور يعني يا لازم لولو. تبقى قويه يعني لازم جامدة. تبقى لابسه كويس يا جماعه. ما ينفعش ما تبقاش لابسه. تبقى قويه يعني تبقى جامده يا جماعه. تبقى متماسكه. هنحط بقى شويه بيكنج باودر عشان يبقى وشه احمر كده. اقعدي بقى لتي. بصوا لازم العجينه تبقى جامده كده زي ما انا وريتكم. واقطعها بقى كده واعملها كور شبه بعض. اهم حاجه بس اللي هي كلها تبقى ايه شبه بعضها. بصوا يا جماعه انا اول مره اعمل فطير بصراحه. والله شكلك عسل وانت قاعده بتعملي العجين كده. وخلي بالك انا من النوع اللي انا بستوعب على طول. يعني ايه
لو حد علمني حاجه بستوعبها على طول، فاهمني؟ عشان انت عندك اراده وعايزه تعملي. تقطعيها بقى كده كلها شبه بعض. ممكن اجيب قرص من بره، بس لا انا ايه، انا اللي عايزه انا اللي اعمله، وناكل كده ونظبط نفسنا النهارده. بس اهم حاجه لازم تحطي لايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه في القناه، وتكتبي لي كومنت حلو وقولي لي انت حابه ان انت تشوفيني بعمل ايه تاني قدام الفرن وانا هعمله لك. لا تقلقي. الله 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 على المرحله الثانيه والجامده قوي اللي هي بقى انا بحبها قوي، بحب اساعد فيها. هصورك اللقطه دي واقعد اعمل معاكي. يا ريت، عشان بص انا عملت الشكل ده بالغطا، الغطا اهو، عملت بالغطا ده ماشي، وعملت دي بايديا. فقولوا لي يا جماعه انهي احسن. دلوقتي يا جماعه هي كده بتقرص القرص ديت كده علشان خاطر تعملها كده وتحطها في الفرن كده، صح كده؟ صح كده. واقعد بقى ساعدني كده بقى. بصوا يا جماعه، لا خلصت القرص خلاص اهوت، وانا حولتها لها هنا، انا بحاول وراها تعمل بقى الفطير. تعالوا افرجكم عليه. الله ينور يا لولو. بصوا بقى يا جماعه، الفطير ده بقى فرده صنعه، فرده معلمه. لا بص انا خرجتها تمام، اتقطعت مني شويه بس دي عادي تمام. هنعمل كده، ناخد شويه سمنه، نجيب دي كده، بتطبقها كده كانها بتطبق جلابيه او اي حاجه. عرفتوا ليه بقى انا شلت المناكير؟ الله ينور عارفة ليه يا عليك، محمد؟ تسلم ايدي. والقرص يا جماعه انا عملتها وسبتها ايه ترتاح جوه. بصوا بقى يا جماعه هنلمها كده. الله ينور يا لولو. نورك يا رب. نجيب الصينيه ديت، هي دي الصواني اللي عندي، نحطها بقى هنا وهفردها ايه، هفردها في الصينيه كده. يا جماعه البسين دلوقتي في حاله صيانه، فان شاء الله يعني كده ايه اليوم بتاعنا كله دلع عشان نخلص وننزل البسين. بصوا يا جماعه عشان تعرفوا بس ان انا شاطره ومية مية، بس شجعوني شجعوني. دي اول فطيره طلعت ماشي اهي، اول فطيره طلعت. تسلم ايدك والله. شجعوني حتى لو مش حلوه شجعوني. هدينا الفطيره اهي، ان شاء الله دي هتبقى احلى عشان اول واحده بتبقاش احسن حاجه. ولقيت بقى القرص بتاعتي القمر، بصوا شايفين الحلاوه والحلويات. تسلم ايدك والله. ندخلها كده وان شاء الله تبقى حلوه وجميله وزي الفل. ان شاء الله هتاكل احلى قرص يا محمد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا مبسوطه قوي. بص هقول لك على حاجه، احنا هنجيب العسل اللي جوه ماشي، العسل الابيض والعسل الاسود، وهنجيب الجبنه القديمه ايوه بقى هو ده بقى. بس لما نطلع الفطير كله هناكل اخر الفطير. لازم تشجعوني برضه عشان تكونوا عارفين، يعني دي اول تجربه ليا اعمل فطير. انا عمري ما عملت فطير في حياتي والله العظيم والله العظيم. مراتي دي بقول لك إيه، دي أول مراتي دي فطيرة. فنانه. بصوا يا جماعه في تعالوا، تاني كتير قصدي. بصوا يا جماعه اتفرجوا. بصوا جامده، لا بجد خطيره والله. تسلم ايدك والله يا الاء. لا ربنا يبارك لك يا رب. انا طلعت القرص. هدوق القرص كمان يا جماعه. القرص انا هدوق واحكم بمرض الله. لو حلوه والله هقول لكم حلوه، مش حلوه هقول لكم الحقيقه. القرص دي تحفه. القرص دي عايزه كوبايه شاي جميله. بس الفطير بصراحه شكله خطير. بصوا يا جماعه القرص عامله ازاي، عشان ما شاء الله معجونه بلبن وكده حليب. تعالى بقى نشوف ايه. ايوه كده بسم الله. بصوا شايفين الفطيره يا جماعه، بصوا شايفين يا جماعه الفطيره ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ربنا يحميك لشبابك يا الاء يا رب، ويشفيك يا رب. يا رب يا رب. نبطل دي كده. الله ينور يا الاء يا لولو. يا لا يا لولو. حلوه دي. احلى لولو في الدنيا كلها والله. بس بصراحه ربنا القرص طعمها حلو قوي بجد عجبتك؟ والله العظيم تحفه. مع ان انا مش حاساه اول صدمه، مش قاسيه. والله العظيم تحفه. بعد ما اخلص الفطير هدخل بقى القرص لوحدها. بصوا يا جماعه انا ايه، بسيب واحده في الفرن وباجي بعمل الثانيه. دي اخر فطيره. تعبت يا الاء النهارده معلش. بالعكس انا مبسوطه جدا. خلي بالك نعمل كده. نرجع تاني. بص بقى بتابع واحده هناك وبتابع واحده هنا عشان نخلص. الله ينور. شايفين المنظر يا جماعه؟ انتوا بالله عليكم شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه. عامة انا جايبه بطاطا كتير قوي يا جماعه، حتى في بطاطا تاني جوه. انا هحط الكميه دول على قدنا يعني عشان انا بحب البطاطا. هتستغل الفرن وهو سخن. اه الله ينور عليك يا الاء. تسلم ايدك والله. انا بحب البطاطا المشويه جدا. بكره بقى هعمل لك بطاطا مسلوقه. تسلم ايدك. كله يقول لآلاء الله ينور يا جماعه، ويحط اللايك ويقول اللايك ده لآلاء مش لمحمد ولا لتليه. نحط بس الصينيه القمر ديت كده
وهجيب لك بقى الصينيه اللي جوه اللي انا مجهزاها. الله ينور يا لولو. بص بقى عامله لك عسل اسود بطحينه، عامله تسلم لك عسل ابيض، عسل عادي وجبنه قديمه وحبيت حاجه كده. والله تسلم ايدك، والله تسلم ايدك على النشاط والحيويه اللي انت فيهم النهارده ده، ربنا يحميك يا رب. النهارده بقى هعمل لك شويه رقاق محمر ولحمه. ايوه بقى، جامدين. ايوه بقى. يلا اللي هيحط اللايك الاقي يا جماعه هنعزمه على الاكله الجامده ديت معانا بألف هنا وشفا. شايفين المنظر يا جماعه؟ بصوا، لا انت محتاجه صوره، خدي صوره، خدوا صوره جايه معايا وابعتوها لقلاع على الانستجرام. لا والله شكلك تحفه. ايوه بقى، شكلها حلو قوي. تسلم ايدك. تسلم يا حبيبي. الله ينور يا الاء يا عسل. بص يا جماعه ريحه الرقاق، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله. انا اكتر خطوه بخاف منها. بتخاف تلسوع. بس انا عايز اقول لكم احنا في ريحه في البيت عندنا يا جماعه، ريحه الرقاق واللحمه المحمره. الله اكبر. احلى غدوه النهارده. الصبح نفطر كتير وبالليل بصراحه انا كان نفسي في الرقاق ده، انا قلت ايه نعمله. تسلم ايدك والله بجد، تسلم ايدك، ربنا يبارك لك يا رب، زي ما انت مغذياني ومدلعاني. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ما يخليش منك ابدا. ولا مني، ولا من رقائك، ولا من لحمتك، ولا من دلعك، ولا من ضحكتك العسل. اللحمه تتحمر واوريها لك ماشي. الله ينور عليك. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شكل الرقاق طالعه عامله ازاي، والله مقرمشه وشكلها احمر وتحفه. انا اول مره اشوف رقاق مربع. يعني ايه الرقاق المربع ده؟ انا عايزه افهم ايه الرقاق المربع ده. اللي لقيناه بقى يا لاء. دي يا جماعه سمنه بلدي لسه مسيحاها حالا. السمنه ريحتها تحفه. تسلم ايدك يا لاء. سمنتنا غير سمنه اي حد. تسلم ايدك، الله ينور عليك يا جماعه محمد بيجيب لي سمنه لا يعلى عليها بجد، خطيره وريحتها حلوه قوي. انا نفسي بصيحها وقسمت النص، يعني قسمتها في الحله ديت عشان خاطر ايه، هي بتفور يا جماعه، عشان حرام لو فارت على البوتاجاز حرام يعني. هناخد بقى ايه الرقاق دوت، طريته كده وهنحطه هنا. احلى حاجه في البيت دي ان هي ست بيت شاطره قوي قوي قوي، وحطوا جنبها قوي ديت من هنا لبكره. انا بحب الاكل ده قوي 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 قوي، انا كان نفسي في الاكل دي جدا. تسلم ايدك. بذمتك انت ما كنتش نفسك فيها؟ انا بحب هعمل لك الاكل بقى البيتي كله. كنت لسه بسال محمد دلوقتي، انت يا محمد دوقتي قبل كده الكوسه باللحمه المفرومه؟ قال لي لا. انا بقى هعمل لك شويه كوسه باللحمه المفرومه تحفه، تاكل صوابع خرافه. تسلم ايدك. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان محمد ربنا يبارك له يا رب، انا واقفه على البوتاجاز، هو بيعمل حاجات تانية، يعني هو بيعمل الجبرونه التالين وهو اللي معتني التالين دلوقتي. طبعا ما احنا بنكمل بعض. فربنا يا رب يبارك لك يا محمد يا رب. بصوا يا جماعه، وديت برده بعملها كده بالسمنه البلدي لان انا بقلبها لما دي تتحمر بقلبها. هخلص بقى واوريك الصينيه الجامده اللي انا هعملها دلوقتي. ريحه الرقاق يا الاء جامده جدا، وانا هخلصه على الرخام اصلا، ما شاء الله طعمه تحفه. تسلم ايدك والله، مقرمش وجامد جدا بجد والله. تسلم ايدك. بص انا بعمل شويه سلطه كده، ناكل شويه سلطه جنب الاكل. عارفين احسن حاجه في الاء يا جماعه، غير ان هي شاطره وكده، بتعمل ما شاء الله 3 4 حاجات في وقت واحد، يعني ممكن تعمل الاكل كله تخلصه في ساعه. لا انت ممكن توريني. بصوا ما شاء الله يا جماعه، بتعمل السلطه، خلصت هنا اللحمه حمرتها، الرقاق خلصته، السمنه سيحتها. بصوا اهو ما شاء الله الرقاق اهو. كنت عايزه شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي؟ الالوان. تسلم ايدك يا لولو. عايزه اقول لك يا محمد اللي احنا بعد ما ناكل هعمل لك شويه حبه فاكهه تحفه. تسلم ايدك. هقطع دول بسرعه ونطلع ناكل على طول ان شاء الله عشان انا واقع من الجوع. وانا والله جعانه جدا. انا هخلص الاكل على المطبخ. انت ايه مش صابر؟ انا والمصحف والله 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 من جماله ممكن اطلع على الرخامه دلوقتي. قسما بالله تحفه. بصوا يا جماعه مقرمش ازاي ومورق وجامد. بصوا كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي يجيب رقاق ويقوم يعمله بنفس الطريقه. بصراحه جامد. خلصي بقى بسرعه بالله عليك. ودي يا جماعه السمنه اللي انا سيحتها، ودي حبه مرته كده طلعتهم على جنب كنت بدوقها. تعالي بصي بصي، انزلي كده سمعهم القرمشه. الله يا محمد، انا عايزه اكمل السلطه بقى يا محمد عشان خاطر اكل. اكمل السلطه ونطلع ناكل. طعمه بالسمنه البلدي في حته تانية. طب بقول لك ايه، انت كده هتخلص. ما انا هاكله هنا شكله. طب ايه رايك في الفطير بذمتك؟ والله تسلمي. اعمله على طول ولا لا؟ تسلمي. اعمله على طول ولا لا؟ كل يوم. لا مش كل يوم، انا كده كده وكده. بالهنا والشفا.
انا دلوقتي مش مركز معاك الصراحه. جماعه اخلص السلطه واطلع اكل بقى عشان خاطر ايه؟ ده لو لقيتي حاجه تجنيها. الصلاة على النبي، هناكل هناكل. هاكل اخيرا. بس انا خلصت الاكل بسرعه، خلي بالك. والله تسلم ايدك، والله 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 كمان مرة تسلم ايدك. الناس اللي هتحكم يا جماعة وهتقول شايفين المنظر اهوت. انا بصراحه بحب الاكله ديت. تسلم ايدك والله. اللي بيحب الاكله ديت يقول برضه اللي في الكومنتات اللي هو بيحبها. كله يقول لي لا تسلم ايديها اصلا على النشاط والحيويه اللي هي فيه دوت. بصوا يا جماعه اللحمه، بصوا قرب كده يا محمد. بصوا اللحمه انا بحبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى انا ايه، عشان انا هي شهادتها مجروحه مش هينفع تحكم لنفسها. بصوا اللحمه، بصوا اللحمه، بصوا السوا اهو اهو. دي اللحمه ماشي. بصوا بقى الرقاق مع السلطه كده. المره اللي جايه هعمل لكم رقاق. بص بقى نعمل شويه سلطه كده، نعمل سندوتش. خلي بالك انا ما بحطش ملح على السلطه عشان تبقى مفيده. لا كده كده 100 100. الله ينور عليكي. لازم نبقى نحافظ على صحتنا. واكلين فطير الصبح يقول لي هنحافظ على صحتنا. الله اكبر. اللحمه طعمها حلو. مع حته لحمه. خلي بالك ما بدوقش الاكل وانا بعمله يا محمد. ايه؟ والله امال لو بتدوقيه؟ والله ما بدوقه. يعني الحلاوه دي كلها ما دقتيش الاكل؟ لا يا نهار ابيض. اقسم بالله استاذه. كده انا والشيف على قلبك. لا تعالي خدي بقى. هعمل لك شويه. بص بلاش سلطه فواكه، هعمل لك صينيه فواكه حلوه. جمدان 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 معمول علشان عشان تعرفوا بس ان انا بعمل احلى صينيه فاكهه في الدنيا. تعال. والله العظيم تسلم ايدك. بص يا جماعه، بص عامله صينيه الفاكهه ازاي. بنقول لها تسلم ايدك النهارده. اليوم كان تحفه تحفه تحفه، وانا متاكد ان انتوا كمان اليوم عجبكم. بصراحه الرقاق باللحمه عجبتني. سيبي كده ثواني، اديني ايدك دي ثواني. نقول لها تسلم ايدك، نقول لها ربنا ما يحرمك. ربنا يخليك نقول ليا لها وما تسلم تقلش ايدك. منك ابدا، وتعيش كده وتبقى معايا يزيد يزيد انا. بس ربنا يبارك لك عشان يا في رب. ناس ممكن تتضايق لما اقول لك تسيب الناس عشان ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب. فانتوا دلوقتي يا جماعه خلاص اليوم عجبكم، تحطوا اللايك عشان نعرف ان اليوم عجبكم، تشتركوا في القناه، ونشوفكم على خير ومع السلامه. وتقولوا لنا نصور لكم تحديات ايه وطريقه طبخ لو ايه. عايزيني اخد حاجه تاني قدام الفرن عينيا ليكم الاثنين. عينيا الجوز. هاتيها بقى، تعالي بره، تعالي نقعد بره.